السلام عليكم. والله العظيم اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. والله العظيم اطلع لك مناخيرك 3 غرام من مناخيرنا. راك تقول نحن اقوى دولة في المنطقة واقوى دولة في العالم. الجزائر قوة ضاربة. كيف لك انك تشتكي من البقوليات؟ ما كاش جزائري اللي قادر يدير المايونيز. واش هي المايونيز؟ زيت وبيض وخلطوه. صافي وغادي نقدم طبق الصحة والعافية، نتلاقاو في حلقة أخرى. الماء ما كاش ما عندناش الماء ما عندناش الماء. وعلى ذكر المياه فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر. بغينا نوصلوا ان شاء الله من 2030 الى مليار و300 مليون متر مكعب في السنه، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج مليار و300 مليون متر مكعب يوميا. مليار و300 في اليوم، معناتها 4 أيام 5 أيام البحر ينشف، المحيط ينشف. مشى تاع المروك تاع دولة العدو قال في 2030 مليار و300 مليون في السنه سنويا. تبون ناكلها بابها يوميا. تبون جابها من الاخر زكارة في العدو. ما الذي تحقق؟ لأول مرة منذ استقلالنا تم تدشين مرحاض بيباتنا. هذا ماشي عرس وماشي حفل استقبال وفد مهم، هذا فيديو الحفل افتتاح مرحاض عمومي بالجزائر. خرايا احتفال عظيم بالورد والطابيروج والبندير يا والزغاريت. الزغريت يوي اخوان شادين الصف قنصليه ديال هولندا هذه. اللي بيشوف الفيديو بيقول هذا افتتاح شي مصنع كبير، الافتتاح كان لحمام عادي، هذا اللي فيه دوش. دش ودوش. سيادة الرئيس، ما الذي تحقق؟ لأول مرة منذ استقلالنا نصل إلى منتوج زيت المائدة 100% جزائري. وعن قريب إن شاء الله يكون فيه كذلك السكر الجزائري. خصنا السكر. والنحلة واش تاكل؟ يقدروا يوكلوا السكر. لا ما يوكلوش. تاكل من الاشجار من النباتات. وفي الشتاء واش توكل؟ السكر والماء. دونك ماشي حر. نحل يا ربك كحل، انا جا مش نحله كحله، حنا في الجزائر نحله كحله مسكينه ما فيهاش رب الفيتامينات. لازم تاع سبتمبر يخلوا لها 30% النحلة باش يولي العسل اللي يهضر عليه القرآن. باش يولي العسل اللي يهضر عليه القرآن. انت ديانة اهلك ايه يا استاذ؟ اكتب نحلة باللغة العربية في جوجل تخرج لك صفرة قاعدة كي النمر. حطة يا ربك حطة النحلة تاعهم هنا في اوروبا، احنا كحلة وندير هكا. النحلة في الجزائر. أوروبا لازم تعرف كل الديمقراطيات تاع أوروبا زادت في الجزائر. وكل شيء ازداد في الجزائر إلا الجزائر ازدادت في فرنسا. عطيه العصر عطيه. الثورة البرتغالية ترعرعت هنا، الثورة اليونانية كانت هنا، الثورة الإسبانية كانت هنا. رئيس يكذب، عيني عينك، هذا يا خوتي رئيس. اللي هاجمني نهاجمه، اللي قال لك انا استغلبني انا طاقتك روح شوف فيها بلاصة أخرى ماشي هنا. مهما كنت كبير صغير متوسط دبر راسك. وقسما بالله العلي اللي نحكموا ما نطالب. حلف. سيد تبون، صرحت منذ قليل وقلت أنك تمتلك الخطة لاسترجاع الأموال المنهوبة، هل ستفصح عن هذه الخطة؟ نوريك الخطة نتاعي أنا نعرف منين نجيبها، نعرف وين راها موجودة، نعرف منين نجيبها. نجيبها كيف؟ هذه خليها علي أنا نجيبها، زدنا كده ما نقولش. شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لك كونتر الخطة. وأعلن عن اكتشاف مبلغ مهول لدى عائلة واحدة من الفاسدين. هذه عائلة واحدة عندها 500 ألف مليار. هل يمكن أن يكون هذا الرقم صحيحا؟ لا امبوسي، ما يمكنش امبوسي. مش عارف منين يجيب تبون الارقام. عارف معنى 500 ألف مليار؟ أي ما يقدر ب 36 مليار دولار. كيف يمكن الاحتفاظ ب 36 مليار دولار كتلة واحدة؟ هي بالدولار تبني بها عمارة 36 مليار دولار، عمارة تاع اموال يعني كاش. تتخيلوا يعني الحماقة اللي وصل ليها تبون النظام. الو تبون هذا الشعب راه مغبون. وتبون راجل الزهرة الفايحة. الو تبون هذا الشعب راه مغبون.
ثم قال ماذا؟ ذكر ما قاله شاعر ثورة رحمه الله: إن الجزائر آية، إن الجزائر لآية الشعب حررها وربك وقعها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كفر ابن المتناك. جزائر آية الشعب حررها وربك وقعها. استغفر الله يا رب. كفر ابن المتناك. الله سوى عاود الرئيس عند الجزائر كيف اللي كيتقرقب. واذكر الجزائر وصغا إن ذكر اسمها، ساجدي الجبابرة ساجدين ركع. يا لهوي يا لهوي انا ترعبت. تجدي الجبابرة ساجدين ركعا، كلام بعد كله فيه الشرك بالله سبحانه وتعالى. عرفتي شنو هي ساجدين ركعا؟ لمن؟ هو دين امه مين ابن المتناك هذا يا استاذ؟ للجزائر. يسمحوا لنا اللي ما يامنوش بهذه الامور، احنا نامنوا بها. يامنوا بالقدرات تاع الغير، هما دايرين روحهم ما الجزائر قوه ضاربه، قوة الزهرة البارحة تبوا القوة. العالم كله معترف بالجزائر. الدولة الجزائرية اللئيمة يدمر شعبنا المالي. والدولة الجزائرية رخصت لهذه الدرجة وين وزير خارجية مالي يستدعي السفير الجزائري ويوبخه، وهو ده اللي تستاهل ويا الكلب. هاتي الجزمة كملها وجملها. قال لهم غادي نكونوا رقم واحد في الفوسفات. لما يبدا منجم كراج بيلات يشتغل، غار الزهرة ماشي غار جبيلات، غار الزهرة لما يشتغل بالطاقه القصوى نتاعو، يعني نولوا حنا الدوله الاولى في تصدير الفوسفات. مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. المغرب يا اخوانا بتسيطر لوحدها على 70 ل 75% من احتياطيات الفوسفات على مستوى العالم. ويرجع رقم واحد في الفوسفات. علاش؟ حيت المغرب عنده الفوسفات. اللي بيني وبين المروك هي الكراسية الأولى في العالم من ناحية مادة الفوسفات. اكبر احتياطي في عالم للفوسفات كاين في المغرب. هو غايضته كيفاش المروك عنده الفوسفات وانا ما عنديش. ما انا عاوز ارتاح يا حامد، انا تعبان يا حامد. والزهرة قالت له بلا ربي ملي تبدا الخطاب وانت تهضر على رب الفوسفات. والخطير في الامر سيدنا هو انه وحل شعار الله الوطن الملك هنا. قال لهم احنا عندنا الله الوطن، ما كاينش حد اخر. هذه تربيتنا من بعد الله عز وجل الوطن، ما كاينش حاجه اخرى. طبعا ما تكونش عندكم حاجه اخرى. ايوا شكون غيكون تبون؟ علاش بغيتي يقولوا الله الوطن تبون؟ قصف جبهه. شكون غيكون عندك تبون؟ شكون غيكون عندك دابا انت من غير الله الوطن؟ اش غيكون عندك؟ الله الوطن تبون. واحد هو سميتو بون، مره كتجي العاده الشهريه وكيخرج كيورد يدير داك الحقد ديالو. فاق مع راسو قال علاش سنه ما نديرش خطاب في البرلمان بحال اللي كيدير جلاله الملك محمد السادس في كل سنه. الرئيس تبون يؤسس لخطاب سنوي للامه. أمة العدس، أمة الحمص. Hey, come look at this. نتابع في هذه الصور وصول السيد رئيس الجمهورية، حيث يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله افتتاح الدورة الأولى. ثم قال ماذا؟ قال لك دعم الجزائر لقضية الصحراء الغربية ليس كرها لأشقائنا المغاربة. قضية الصحراء قلنا قضية تسوية الاستعمار، ماهوش كره في أشقائنا المغاربة. باغي تضرب لينا بلادنا، ضربنا الوحدة الترابية، ضربنا الاستقرار والأمن، كتدعم وكتمول هجمات إرهابية وكتجي كتقول لك ليس كره للمغاربة. الرئيس الجمهورية الجزائري اللعين تبون هذا ومع الجيش الجزائري هم ينصرون الإرهابيون في الجزائر ضد مالي. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. ملف الصحراء الغربية مازال على طاولة لجنة تصفية الاستعمار للأمم المتحدة. ويحيى الشعب الصحراوي ويحيى الجيش الصحراوي. الصحراء مغربية، الله ينال أصل بتاعكم. وإن شاء الله العام القادم الاستقلال. إن شاء الله كل عام وأنتم وأنتن بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.